يا أهلا بالفيلموية. بيبدأ فيلمنا في مدينة لوس أنجلوس سنة 1928، وبنشوف كريستين وهي بتصحي ابنها وبتجهزه عشان يروح للمدرسة، ولما بتصحى بتقيس طوله، وبعد كده بيفطروا مع بعض وبينزلوا عشان توصل للمدرسة، وبعد كده بتروح لشغلها، وبنعرف إنها شغالة مشرفة في شركة تليفونات. وبعد ما بتخلص شغل بتروح عشان تجيبه من المدرسة، بس بتلاقيه متخانق مع واحد صاحبه بسبب إنه شتم أبوه، وبعد كده بيسألها عن أبوه، فبتقول له إن أبوه مات وهو صغير بسبب مشكلة تخص الكبار، وإن أبوه كان بيحبه جدا. وبالليل بينام والتر على الكنبة وهو بيسمع الراديو، فبتصحيه وبتوصله على الأوضة، وبتقول له إنهم هيروحوا السينما بكرة مع بعض عشان يتفرجوا على فيلم تشارلي شابلن. وتاني يوم بيجي لها مكالمة من الشغل بتاعها وبيطلبوها تيجي في أقصى سرعة، فبتعتذر ليه وبتقول له إنها هترجع بدري النهاردة وبكرة هتاخده على السينما. وبيبقى واضح على والتر إنه اتضايق، وطول ما هي في الشغل بتبقى مركزة في الساعة. وبعد ما بتخلص الشغل بيقعد مديرها يتكلم معاها، وبيبقى بيعرض عليها ترقية نظير تفوقها في شغلها، بس هي بتقول له نتكلم في الموضوع ده بكرة. وبسبب المدير بتاعها مش بتلحق الترام، فبتضطر إنها تمشي لحد البيت. ولما بتوصل للبيت بتقعد تنادي على والتر، بس هو مش بيرد عليها، فبتدخل تفتش في كل ركن في البيت، ولما مش بتلاقيه بتخرج تسأل أصحابه وجيرانه عليه، بس محدش بيبقى عارف هو فين. فبترجع للبيت وبتتصل بالبوليس وبتبلغ على اختفاء ابنها، بس الضابط مش بيرضى يعمل ليها بلاغ لأن لسه ما عداش 24 ساعة على اختفائه. فبتقعد تعيط على ابنها اللي ضاع. وتاني يوم بتتصل بالبوليس وبيجي 2 ضباط عشان ياخدوا أقوالها، وبنروح للكاهن جوستاف، واللي بيبقى بينتقد في سلبيات الشرطة في البحث عن الأطفال المفقودين، خصوصا إن الحوادث دي انتشرت في المدينة. وبيطلب الكاهن من رعايا الكنيسة إنهم يصلوا لكريستين لأنها آخر واحدة فقدت ابنها. وبيبقى الخطاب بتاع الكاهن ده بيتذاع في الراديو وبيسمعوا سكان المدينة كلها. وبنرجع تاني لكريستين واللي بتبقى هتتجنن على ابنها، وبتستغل وقت الراحة بتاعها عشان تتصل على البوليس وتسأل عليه، وبتفضل على الوضع ده 5 شهور. وفي مدينة إلينوي بنشوف أب وابنه قاعدين في مطعم بياكلوا، ولما بيجي وقت الحساب بيقول الأب إنه نسي المحفظة بتاعته في البيت، فيروح يجيبها ويرجع. وبيقول لصاحب المطعم إنه لو مرجعش في خلال نص ساعة يتصل بالبوليس، وإنه هيسيب ابنه رهن. وبتمر ساعات لحد الليل ما بيدخل عليهم، فبيضطر صاحب المطعم انه يتصل بالبوليس. وبيروح النقيب جونز لكريستين وبيبلغها بان ابنها لسه عايش وانهم لقوه في مدينة إلينوي. فبتعيط كريستين من الفرحة. وبعد كده بتروح لمحطة القطر، وبيبقى في عدد ضخم من الصحفيين عايزين يعملوا معاه لقاءات. وبتوصل الرصيف بتاع القطر عشان تقابل ابنها، بس بمجرد ما بتشوفه مش بتعرفه وبيطلع انه مش ابنها. وبتحاول تقول لهم ان ده مش ابنها، بس الضباط بيقولوا لها ان الولد شكله اتغير بسبب الحاجات اللي مر بيها، وانها لازم تاخد الولد معاها. وبعد كده بتاخد الولد معاها للبيت وبتحاول تتعامل معاه زي ابنها، بس لما بتحميه بتلاقيه مختون، فبتقول له ان ابنها مش مختون. وبتاخده عشان تقيس الطول بتاعه، وبتلاقي انه اقصر من ابنها الحقيقي ب3 بوصات. وهنا بتتأكد ان ده مش والتر ابنها، فبتروح للعقيد جونز وبتقول له ان ده مش ابني، وبتحكي كل اللي حصل معاه امبارح. فبيقول لها ان ده ابنها، وان القضيه خلاص اتقفلت ولازم عليها انها تعتني بيه وما تتهربش من المسؤوليه. وبيبعت جونز دكتور لبيت كريستين عشان يكشف على الولد، وبيقول لها ان الولد سليم وما فيهوش اي حاجه، وان بالنسبه للاسر فالاطفال نموهم بيتاثر بالصدمات. بعد كده بتتصل كريستين بجونز وبتتخانق معاه لان الدكتور خرج من البيت بتاعها وقال للجيران انها ست مهمله وعايزه تتخلص من ابنها. ولما بتخلص كلام معاه بيقول لها الولد انا خلصت اكل يا ماما، فبتتعصب عليه وبتحدف طبق الاكل في وشه، فبيجري الولد على اوضته. فبتروح وراه وبتعتذر ليه وبتطلب منه انه يروح معاها للشرطه ويقول لهم انه مش والتر. وتاني يوم بيتصل الكاهن جوستاف وبيعرفها بنفسه وبيطلب منها انهم يتقابلوا. ولما بتروح ليه بيديها الجورنان وبتقرا التقرير اللي الدكتور كاتبه، وبيأكد فيه ان الولد هو والتر الحقيقي، وان كريستين بتمر بحالة صدمة. وبيقول لها جوستاف ان كل اللي بيحصل ده خدعة وراها البوليس عشان يبيضوا وشهم قدام اهل المدينة. وبيطلب منها انها تحاول اثبات ان الولد ده مش ابنها عشان الشرطة تتحرك وترجع تدور على والتر الحقيقي، بس بيحذرها لان جونز ورئيس الشرطة مش هيسمحوا لها انها تحرجهم قدام المدينة كلها، وإنها لازم تستعد للمعركة. فبتسمع كريستين كلام الكاهن وبتاخد الولد عند دكتور الأسنان بتاع ابنها، واللي بيأكد إن اللي جوه ده مش والتر لأن ابنها الحقيقي عنده اختلاف خلقي في أسنانه، إنما اللي جوه ده أسنانه طبيعية. وبيقول لها إنه مستعد يشهد بالكلام ده،
وبعد كده بتروح له المدرسة بتاعته، وبتلاحظ المدرسة إن الولد مش بيبقى عارفها أو حتى عارف المكان اللي بيقعد فيه على طول، وبتوافق على إنها تشهد بإن الولد ده مش والتر. وبعدين بتتفق كريستين مع جوستاف إنها تطلع معاه في البرنامج الإذاعي بتاعه وتفضح كسل الشرطة وتخاذلها. وبتتكلم كريستين مع الصحفيين وبتقول لهم إن الشرطة جابت ولد من الشارع وعايزة تقنعها بإنه ابنها، وإن هي معاها شهادة من مختصين بتقول إن الولد ده مش ابنها الحقيقي. وبيوصل الكلام ده لجونز، فبيتعصب جدا وبيأمر الضباط انهم يجيبوا كريستين لمكتبه. ولما بتروح بيقعد يزعق لها عشان هي بتحاول تسوق سمعة الشرطة قدام الناس، وبيقول لها انها مجرد ست مهملة عايزة تخلص من ابنها وخلاص. وبيأمر العقيد جونز رجالته بالقبض عليها وإرسالها لمستشفى الأمراض العقلية لأنها مجنونة. ولما بتوصل هناك بيرشوها بالمية الساقعة في عز البرد، وكمان بيقعدوا يفحصوا جسمها ويعذبوها. وبتقعد كريستين تعيط على الذل والإهانة اللي بتتعرض ليهم. وبعد كده بيلبسوها هدوم المستشفى وبيحبسوها في أوضة مع واحدة مريضة عقلية. وبنشوف محقق بيبقى رايح لمزرعة نورثكوت، وفي طريقه بيقابل شخص على الطريق عربيته عطلانة، وبنعرف ان اسم الشخص ده جوردن. ولما بيسأله المحقق على طريق مزرعة نورثكوت بنلاحظ علامات التوتر والخوف عليه. وبيبقى المحقق في طريقه للمزرعة عشان يقبض على ولد دخل للبلد بطريقة غير شرعية. وبيوصل المحقق للمزرعة وبنشوف ولد بيحاول يستخبى منه، بس المحقق بيقدر يشوفه وبيطارده وبيقدر يقبض عليه. وفي المستشفى بتتعرف كريستين على واحدة وبتعرف منها ان كل اللي هنا دول بيبقوا معارضين للشرطة، وان اللي بيدخل للمكان ده مش بيخرج منه غير وهو عجوز. اما الكاهن جوستاف بيبقى قلقان على كريستين لانها ما حضرتش المقابلة اللي كانوا متفقين عليها. وبنروح تاني للولد وبنعرف ان اسمه كلارك، وبيبقى الولد قاعد وبيفتكر الاحداث المؤلمة اللي مرت عليه وهو في المزرعة، وبيطلب من المحقق انه عايز يحكي حاجات خطيرة جدا. وبيطلب مدير المستشفى انه يقابل كريستين، وبيقعد يتكلم معاها وقت طويل جدا، وبيبقى بيحاول انه يخليها تغير كلامها بس هي مش بترضى. وبيقعد المحقق يتكلم مع كلارك وبيقول للولد انه دخل البلد عشان يستقر مع قريبه جوردن الملك الاصلي بتاع المزرعة، وانه كان مفكر انه يقدر يمشي منها في اي وقت، بس طلع غلطان. وبيحبسه جوردن في المزرعة عشان ما يحكيش لحد عن الحاجات اللي بيشوفها في المزرعة. بس المحقق بيفتكر انه بيكذب، بس الولد بيحلف ليه انه صادق في كل كلمة بيقولها. فبيسأله المحقق عن طبيعة الحاجات اللي كان بيشوفها في المزرعة، فبيقول الولد انه كان متورط مع جوردن في عمليات خطف الاطفال، وان جوردن كان بيقتلهم بكل دم بارد، وكمان كان بيغصب على كلارك انه يقتل معاه الاطفال. بيقول الولد ان عدد الضحايا بتوعهم اكتر من 20 طفل. فبيخرج المحقق مجموعة من صور الأطفال المفقودين وبيطلب منه إنه يتعرف عليهم. فبيتعرف الولد على عدد كبير منهم، وبيبقى وسط الصور اللي اتعرف عليها دي صورة والتر ابن كريستين. فبيبلغ المحقق العقيد جونز، بس هو مش بيصدقه وبيقول له إن والتر بقاله فترة متسلم لأمه. وفي يوم بيروح جوستاف ومعاه عدد كبير من أهل المدينة وبيبقوا عايزين يعرفوا مكان كريستين. فبيقول لهم جونز إنها عندها انهيار عصبي، علشان كده قرر يبعتها لمستشفى أمراض عقلية. وبنرجع تاني لكريستين واللي بتحاول تمنع الممرضات من انهم يدوها الدواء لانها مش عيانة ومش بتبقى عارفة الدواء ده بتاع ايه، بس الممرضات بيكتفوها على الارض وبيدوها العلاج بالعافية. وبتدخل واحدة من المرضى عشان تدافع عنها فبيعذبوها بالكهرباء. وبيروح المحقق مع كلارك على المزرعة عشان يوريهم المكان اللي بيدفنوا فيه الأطفال المقتولين. وفعلا بيحفر الولد وبيطلع عظم طفل وبينهار بعدها وبيقعد يعيط، بس المحقق بيحضنه وبيهديه. وبعد كده بينادي المدير بتاع المستشفى على كريستين وبيطلب منها انها تمضي على ورقة بتقول ان الولد اللي معاها دلوقتي ابنها، ولو مضت عليها هيطلعها من المستشفى فورا. بس هي بترفض. فبيتعصب مدير المستشفى وبيقرر انه يكهربها، بس الكاهن جوستاف بيوصل في الوقت المناسب وبيطلب من مدير المستشفى انه يقرأ الجورنان. ولما بيمسك المدير الجورنان بيلاقي خبر بعنوان العثور على جثث لمجموعة من الأطفال. فبيقتنع المدير ان كريستين على حق وبيؤمر بخروجها من المستشفى. وبيروح مدير الشرطة لجونز وبيقعد يزعق فيه لان اللي هو عمله ده هيقلب الدنيا عليهم وكريستين مش هتسكت. وبعد كده بيبدأ المحقق يستجوب الطفل اللي ادعى انه والتر، وبعد ما بيهدده انه هيدخل السجن بيخاف وبيعترف انه مش والتر الحقيقي. وبيهرب جوردن لكندا وبيروح لبيت اخته وبيطلب منها انه يستخبى عندها، فبتوافق اخته، بس بيستغل جوز اخته دخوله للحمام وبيتصل بالبوليس. وبتوصل الشرطة وبتقبض عليه وبيرجعوه لأمريكا مرة تانية. وبعد كده بيجيب جوستاف المحامي هان وبيعرفه على كريستين، وبيبقى هان من كبار المحامين في المدينة، وبيقرر انه يمسك القضية بتاعتها بدون مقابل. واول حاجة بيعملها هان انه بيجيب امر قضائي بالافراج عن كل الستات اللي محبوسين في مستشفى الامراض العقلية وبتحويل كل العاملين فيها للتحقيق.
وبعد كده بنشوف عمدة المدينة وهو بيزور مدير الشرطة وبيهزقه على الفضيحة اللي عملها هو والضباط بتوعه، وبيقول له إن البلبلة اللي حصلت دي هتضعف موقفه في الانتخابات اللي جاية. وفي المحكمة بيبقى في عدد كبير من سكان المدينة جايين عشان يدعموا كريستين، وفي اليوم ده بيبقى في قضيتين شغالين في نفس الوقت، قضية كريستين ضد الشرطة وقضية جوردن سفاح الأطفال. بس في قضية كريستين ضد الشرطة القاضي بيأجل القضية لأن الشرطة ما حضرتش الجلسة، فبياخدها المحامي هان على القضية التانية. وبعد كده بيقرر رئيس الشرطة إنه يرجع الولد الكذاب لأمه الحقيقية قبل ما المحكمة تطلبه للشهادة. بس الولد قبل ما بيطلع القطر بيقول قدام الصحافة كلها إن الشرطة هي اللي طلبت منه إنه يقول إنه والتر. وبعد شهور في المحاكم بتنتهي قضية كريستين ضد الشرطة بعزل النقيب جونز ورئيس الشرطة من مناصبهم. أما قضية جوردن فبيتحكم عليه إنه يتحبس سنة وبعد كده يتعدم. وقبل ما الشرطة تاخده بيجري على كريستين وبيقول لها إن ابنها ملاك وإنه ما قتلوش. وبعد سنتين بيجي المحامي هان لكريستين في الشغل وبيقول لها إنه جوردن عايز يقابلها قبل ما يتعدم، ولما بتروح ليه بيقول لها إنه قتل ابنها وإنه كان عايز يقول لها كده عشان ما يدخلش الجحيم لما يموت. وبعد كده بيتم إعدام جوردن قدام عيون كريستين وأهالي الأطفال المقتولين. وبعد 5 سنين بيجي اتصال لكريستين من واحدة ابنها كان مخطوف في المزرعة وبتقول لها إن الشرطة لقيت طفل من اللي كانوا مخطوفين وطالبينها في الاسم عشان ممكن يبقى ابنها. فبتروح كريستين بسرعة على هناك بس بتلاقي إن الولد مش ابنها وبيبقى ابن الست اللي كلمتها. وبتتفرج كريستين على اعتراف الولد واللي بيقول إنه هو وولتر وواحد كمان قرروا في يوم إنهم يهربوا من المزرعة، بس وهم بيجروا اتحشر الولد ده في السلك الشائك وساعتها بيخرج جوردن ومعاه البندقية بتاعته. بس وولتر بيقرر إنه يرجع يساعده وبعد كده كل واحد منهم جري في طريق مختلف. فبتقول له ساعتها كريستين إن قلبها بيقول لها إن ابنها لسه عايش وإنها تفضل طول عمرها عايشة على أمل إن وولتر يرجع مرة تانية. وبينتهي فيلمنا على كده. في النهاية لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان لسه عندنا ملخصات نارية. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.